النهارده ماتش الاهلي والهلال السوداني كان ماتش صعب على النادي الاهلي جدا. وطبعا الاهلي كان سيء، واعتقد ان ده بسبب ضغط المباريات في الفتره اللي فاتت والمشاركه في كاس العالم للانديه. وزي ما حضراتكم شفتوا طبعا كانت مشاركات قويه وماتشات كبيره، وطبعا الاحمال البدنيه كانت كبيره جدا والاستشفاء، فده اثر على اداء اللعيبه. وطبعا موضوع البدائل اللي بتبقى موجوده او حد يعمل تبديل، ده بيرجع للمدرب، بسبب طبعا هو اللي بيبقى اكتر واحد عارف جاهزيه اللاعب اللي ممكن ينزل ويشارك. بس ده ما يمنعش ان الاهلي فريق كبير والمفروض ان هو يتخطى كل ده، وان الامور تبقى اسهل من كده. طبعا الاجواء الحر في السودان وموعد الماتش الساعه 3 العصر مثلا ده كان بيأثر على اللعيبه جدا. وبالنسبه لخطأ إن محمد الشناوي النهارده، هي حارس كبير ولاعيب كبير، بس ده كان بسبب عدم التركيز. ونتمنى ان الفتره الجايه ان محمد الشناوي يبقى عنده تركيز اكتر من كده، لانه طبعا زي ما قلنا هو حارس مرمى كبير جدا يعني. وطبعا ما نقدرش نقول ان دي مبررات، لان الاهلي فريق كبير والمرشح الاول للبطوله كالعاده. فطبعا لازم يتجاوز كل ده ويبقى عنده حلول دايما، والمدرب يبقى عنده بدائل. لكن اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه الاهلي يبقى اقوى من كده. وطبعا مع العوده للدوري المصري وتصدر جدول ترتيب الدوري، الامور هتبقى افضل ان شاء الله. ونرجع تاني للمشاركه في افريقيا والماتش القادم مع سان داونز. هيبقى طبعا في نفس التوقيت، لكن ده ما يمنعش ان احنا لازم يبقى عندنا زي درس، يعني ناخد درس من ماتش الهلال ويبقى جاهزين بدنيا للمباراه.